اللي ما يعرفنيش، انا منى ابو المجد. هنعمل ام علي بطريقه سهله وسريعه جدا. احنا معانا النهارده المكونات ميفي والمكسرات حسب الرغبه. انا كنت مجهزه بولتين وبجهز معاكم البوله التالتة والرابعه. حطيت الميفي وحطيت المكسرات اللي انا بحبها. انا بحب عين جمل وزبيب، لكن حسب رغبتك. لو بتحبي جوز هند، بتحبي بندق، بتحبي سوداني، اي حاجه بتحبيها حطيها وهتطلع جميله من ايدك ان شاء الله. انا هنا بحط شويه زبيب وحطيت عين جمل، وبعمل البوله الرابعه. هنا بحط الميفي، بحط هنا زبيب وبحط عين جمل حسب رغبتك. شوفي انت بتحبي ايه واولادك بيحبوا ايه واسرتك بتحب ايه. كنت مجهزه هنا الحليب انا حاطه السكر بتاعه حسب رغبتك، وحاطه فانيليا. وهنا ببتدي املى البولات. اللبن هو دافي، يعني درجة حرارته مش سخنة ومش باردة، دافي. وكنت انا مشغلة الفرن علشان ابتدي ادخل البولات بتاعتي. هنا كملت البولات، حطيت اللبن المناسب. وهنا بقى التكة، انا بحب طبعا احط على وشها قشطة. طبعا كلكم شاطرين بتحبوا تحطوا القشطة على ام علي. هو في ناس بتحب تحط زبدة، بس انا الحقيقة حتة القشطة دي يعني بتكفي. ببقى انا مولعة الفرن على درجة حرارة عالية، لان هي بتقعد 3 دقايق بس تحت الشواية. هو كده كده بيشرب اللبن ومش محتاج حاجة غير 3 دقايق تحت الشواية. يا ريت تدخلوا صفحتي منى ابو المجد واعملوا لي كومنت وفولو وشير عشان صفحتي تكبر بيكو. ولو حد عايز اي حاجة، اي اكلة معينة اطلبوها من عيني اعملها لكم. هنا برضو حبيت احط، في حد عندي بيحب عسل على الوش. طعمها جميل، صدقوني هتعجب.